السلام عليكم. حلقة جديدة بأخبار جديدة بأخبار جامدة جدا. عايزك تكمل معايا الحلقة دي للآخر، تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، تشترك في القناة وتعمل لايك، وتعالى نبدأ مع بعض. بص، في بداية الحلقة كده أكلمك عن التصريح اللي ضرب بتاع موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. موتسيبي قال تصريح غريب، قال لك يعني بص، تصريح يبين لك مدى انخفاض مستوى الكرة الإفريقية. التصريح ده بيقول لك ان انا ما عرفتش ان جماهير النادي الاهلي غايبه ازاي الا لما اتفرجت على الماتش. يعني جه اتفرج على ماتش الاهلي والترجي، بيسال الاعضاء بتوع كاف، بيقول لهم ايه اللي حصل ان جماهير الاهلي مش حاضره. قالوا له دول موقوفين. انت متخيل ان الجماهير موقوفه والكلام ده كله، والنادي الاهلي يعني نصه، اعتبر 90% من قوه النادي الاهلي في الوقت الحالي هي جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي في الوقت الحالي، في ازمه النادي الاهلي، في ازمات الاداره، جماهير النادي الاهلي هي العنصر رقم واحد حاليا، هي المسانده رقم واحد حاليا. فالجماهير غابت. فبرغم ده كله ايه اللي حصل؟ قال ايه في الاخر؟ قال لك انا ما اعرفش ان الجماهير غايبه الا لما اتفرجت على الماتش. اقسم بالله يا جماعه، حاجات غريبه، حاجات غريبه بتحصل في قاره افريقيا، حاجات غريبه جدا. ان رئيس افريقيا، رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، يطلع يقول لك تصريح زي كده، يطلع يقول لك انا ما عرفتش ان الجماهير غايب عن الماتش الا لما اتفرجت على الماتش. النادي الاهلي لما قدم استئناف، انت كنت بتعمل ايه لما الاهلي قدم استئناف؟ الاهلي مقدم استئناف عشان رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم يتفرج على الاستئناف ده، يتفرج على الاستئناف ويقول لك ايه اللي بيحصل ويقرر. لكن ما بصوش في الاستئناف. النادي الاهلي لما قدم استئناف ما بصوش في الاستئناف، والجماهير النادي الاهلي غابت عن الماتش، والنادي الاهلي خسر. لان زي ما قلت لك، جماهير النادي الاهلي 90% من قوه النادي الاهلي في الازمه اللي هو فيها وفي طول حياته. جماهير النادي الاهلي في الوقت اللي احنا فيه ده هي رقم واحد. فتيجي للاخر بسبب ازمات وبسبب جماعه تعبانين، الجماهير ما تحضرش حاجه. اقسم بالله في قمه العبث، حاجه في قمه العبث في قاره افريقيا حاليا. اقسم بالله اللي بيحصل ده مش هيبقى الاهلي بس، لا ده لسه هيطول كتير قوي قوي. تعال نخش بعد كده علشان ما نطولش، نخش على خبر احمد قندوسي. احمد قندوسي بنسبه تعدي ال 80% خلص مع نادي بيراميدز. زي ما بقول لك كده، احمد قندوسي قدامه ثلاث انديه، مش نادي سيراميكا مش منهم ولا النادي الاهلي. الثلاث انديه دول هم نادي بيراميدز، نادي الزمالك، والنادي المصري البورسعيدي. الاقرب ليه بنسبه 80% نادي بيراميدز. احمد قندوسي بنسبه 80% خلص مع نادي بيراميدز خلاص. اللاعب يعني انا بقول لك زي ما احنا بنتكلم كده، بنسبه 80% خلص مع نادي بيراميدز. ليه بقى؟ نادي الزمالك عنده ايقافات القيد، حوالي 15 ايقاف قيد حاليا، هيفكهم امتى الله اعلم. نادي المصري البورسعيدي مش هيقدر يديله المبالغ اللي هيديها له نادي بيراميدز، وفي نفس الوقت هينافس في قاره افريقيا. هينافس يعني على بطوله دوري الابطال، هينافس على الدوري، هينافس على يلعب كاس عالم. فاكر من سنتين كان في بطوله اسمها دوري السوبر ليج الافريقي، البطوله اللي خدها سان داونز، اكيد انت افتكرتها. لو انت متابع كويس للكره الافريقيه اكيد انت افتكرتها. البطوله دي رجعت من تاني، لكن نادي الزمالك مهدد ان هو ما يشاركش فيها. طب ليه نادي الزمالك مهدد ان هو ما يشاركش فيها؟ لان نادي الزمالك تقريبا تصنيفه السادس، فنادي الزمالك مهدد ان هو ما يشاركش فيها. طيب لو نادي الزمالك عايز يضمن بنسبه 100% ان هو يشارك فيها، يعمل ايه؟ ياخد الكونفدراليه. خد الكونفدراليه بنسبه 100%، هياخد اللي هيلعب في البطوله دي. طيب ممكن ما يلعبش فيها، لو ايه اللي حصل؟ لو هيطبقوا قانون ان ياخدوا جزء انديه بس من كل دوله. يعني مثلا من مصر هيكون طبعا بدون منازع هيكون بيراميدز، وهيكون النادي الاهلي. ده اللي هيتاخد لحد دلوقتي واللي ضامن مشاركته لحد دلوقتي نادي بيراميدز والنادي الاهلي. ده بخصوص بطوله دوري السوبر ليج. نرجع تاني للاتحاد الافريقي لكره القدم. الاتحاد الافريقي لكره القدم بيقرر خلاص ان احنا بدايه من الموسم الجديد، بعد ما صوتنا اتنبح على الطلب ده، الاتحاد الافريقي لكره القدم بيقول ان بالنسبه للموسم الجديد لدوري ابطال افريقيا، بالنسبه للموسم الجديد هيتطبق قانون الفار من دور المجموعات. شفنا الكوارث اللي حصلت للنادي الاهلي، شفنا الكوارث اللي حصلت لانديه كتير في دور المجموعات بسبب غياب الفار، وبرضه بسبب حضور الفار برضه بيحصل كوارث. لكن خلينا دلوقتي ان الخبر ده كويس وفي تقدم كويس، لكن يا رب يعني الفار ما يعطلش والمباراه شغاله. بالنسبه للخبر ده لحد دلوقتي هو خبر كويس ان الفار هيرجع لدور المجموعات.